هذه اللقاءات. وادي حكم اللقاء محمد مكنون، وادي الشرطه لابسه التطبيق الرياضي بتحمي حكم اللقاء وتقوم بالتصفيق وحمايه الحكم بعد كلام يعني خارج عنه. الجماهير نزلت ارض الملعب اصبح سداح سداح، يعني شيء صوره طبعا نتمنى الا نراها في ملعبنا. باسم حركة بنات مصر بتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الطرف الثالث المتسبب في إشعال الفتنة وإثارة الشغب في الفترة الماضية. أول موضوع يا جماعة كان في استاد الكلية الحربية، وهنبدأ نشوف الموضوع اتعمل ازاي ومين هم الناس دي. أنا اسمي محمد الفيومي، المنسق العام لحركة بنات مصر، وكنت متواجد في أحداث مباراة مصر وجنوب أفريقيا. وزي ما واضح معاكم في الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي، علم السعودية وبعض الأفراد اللي كانوا شايلين صور لحسني مبارك وتعرضهم للجمهور بالسب والقصف واللعنة على الثورة واللي عملوها وإثارة الشغب والفتنة ما بين الجمهور. عاوزين نعرف مين الناس دول ومين اللي بيمولهم. وجود اللواء حكمدار أمن القاهرة كان موجود في الاستاد وشاهد على كل كلمة احنا بنقولها. لما جينا سألناه ازاي سايبينهم، قال هي دي الديمقراطية اللي انتوا عاوزينها. ففهمناه الديمقراطية مستحيل تبقى بالشكل ده، وبلغنا ان دي ثالث مشكلة هم يعملوها في الاستاد
واحنا بلغناهم ان عدم تصدرهم من المشكله، وتصدرنا احنا للمشكله وقدرنا نسيطر عليها بالافراد المتواجده معانا في داخل الاستاد كله. ما انا جيت لهم، ما احنا جينا لهم قلنا لهم يفضوا فضوا ليه هم؟ والله لا احنا بنتكلم فيه. بالظبط انا عشان كده جاي. احنا هنا جايين تحيا مصر، تحيا تعالى معايا بس، تعالى معايا احنا اختلاف. تعالى ما تعملش الادب. اولا دول مجموعة دخلوا الاستاد حوالي 500-600 فرد، شايلين صورة حسني وبيطلبوا ايه؟ لا دول بيشتموا الثوار. ليه؟ للاستفزاز. طب وسيادة اللواء اللي هتشوفوه وتسمعوه كان بيتكلم عن ايه؟ كان بيتكلم عن ايه؟ لما جماعة عملوا مشكلة ثالثة دلوقتي بس لو في طريقة او في تعبير معاك الطبي يهم صح ولا صح؟ ده ايه؟ واضح ان لما سعادتك موجودين من حركة بناة مصر للنائب العام بيوضح نقط كتير قوي في فيديوهات صوت وصورة بتأكيدات. علم السعودية اترفع، صور ولافتات لحسني مبارك اترفعت، شتائم للثوار. حضراتكم ان شاء الله يعني هتشوفوا اطفال صغيرين موجودين في الاستاد محطوطين في مناطق متفرقة ما بين اللي واقفين بيثيروا الفتنة. احنا لو بصينا كويس هنقدر نحدد ان البنت دي اللي واقفة بتزعق وبتشتم في الثوار وبتحط ايديها على وشها ومش عايزة تتصور، والمجموعة اللي معاها في بينهم وبين بعض ترابط، وهتقدروا تحددوا ده من الصورة. دول عايزين ايه؟ دلوقتي يا جماعة بنتنقل من مقصورة لمقصورة بعد ما حلينا المشكلة اللي في المقصورة الثالثة شمال المنصة، وفريق العمل بينتقل. اطلع فوق يا جميل. اقدر ندخل جول. يلا يا خالد زين.
الموضوع من اول موقعة الجلابية الشهيرة اللي كلكم شفتوها، نحسبها الناس دي كان وراها مين؟ هنقول جمهور. طب الناس اللي في الكلية الحربية رايحة شايلة لافات فيها صورة حسن، وناس تانية معاهم اعلام السعودية ولهجة بتدل بان الانسانة اللي بتتكلم وهتشوفوها في الصورة غير مصرية، رايحين يعملوا ايه؟ الناس دي عملت مشاكل وقدرنا ان احنا نحجم المشكلة بشهادة سيادة اللواء اللي كان معانا يشهد على الكلام ده، لانه كان معانا في الحدث. حد يحدد لنا مين دول؟ مين من السفارة السعودية؟ ان كانوا من ابناء مبارك، ان كانوا عملاء، حد يعرفنا، حد يفهمنا. وده بلاغ مني للنائب العام وبقولها احنا شباب العصر، احنا امبارح والنهارده، احنا المستقبل يا مصر. اشرق افرح يا مصر، اشرق افرح يا مصر. شبابك لسه بخير نيتهم صافية حرير، ده شبابك لسه بخير نيتهم صافية حرير. أحلامهم مش خيالية بإذن الله حقيقية، أحلامهم مش خيالية بإذن الله حقيقية، بإذن الله.